ايه اللي هيحصل لو الراجل الاول واللي عمل لارافيل صحى الصبح مقرف حبتين وقال انا مش ناوي اطور الاداه دي بعد كده؟ وليه لارافيل اختيار سيء للمشاريع الكبيره؟ وازاي تبدا نهايتك في مجال البرمجه؟ ولو فلتت ايه اللي المفروض تعمله علشان تبقى مبرمج ناجح وبالتالي تقدر تلاقي وظيفه في المجال بسهوله؟ وده اللي هندردش فيه في حكايه النهارده على كودكس لاين. مؤخرا بسبب الانتشار الواسع للمواقع اللي تم تطويرها باستخدام لارافيل واللي وصل عددهم ل 829034، جت على الواحد ده يعني مش مهم، هقفلهم لك 35 لو اعتبرنا المشروع اللي انت بتعمله دلوقتي واحد منهم. المهم الناس ابتدت تسال هو لو تايلور اوتويل مبتكر لارافيل والاب الروحي ومفيش اي تعديل بيتم على الاداه من غير علمه وقف تطوير لارافيل لاي سبب ما، ساعتها في ناس بتقول ان اللي انشا موقع لارا كاستس وهو جيفري واي هو اللي هيمسك من بعده. وده يجيبنا لسؤال تاني، مين اللي بيصرف على الناس اللي بتشتغل على الفريم وورك دي علشان تحل الاخطاء وتطورها وتوصلها للشكل اللي هي فيه دلوقتي؟ ولذلك في مشاريع انشئت للهدف ده عشان تجيب مصدر دخل للمطورين دول، ده غير السبونسرز او بالبلدي الراعي الرسمي للارافيل. وصل الراعي الرسمي المهرجان النهارده الاستاذ زينهم. اصحى الاستاذ زينهم في كلام كتير مؤخرا ان لارافيل غير مرجحه للمشاريع الكبيره، وده من وجهه نظرهم بيرجع للاسباب دي. البعض بيقول ان البي اتش بي عموما لما بتستخدمها في المشاريع الكبيره مع الوقت بيصبح الكود معقد وبطيء، والنظريه دي غير صحيحه ابدا، لان فعلا في خدمات كتير في السوق وبتستخدم البي اتش بي وشغاله زي الفل، فده بيرجع للمبرمج نفسه وهل هو اختار الاداه المناسبه للمشروع ولا لا. الشيء التاني ان ملهاش دعم تقيل او سبونسرز، وعشان نوضح النقطه دي تعالوا نشوف رياكت كمثال، واللي في ظهرها شركه قويه زي ميتا، استثمارات بالمليارات وقادره انها تفضل تدعم الاداه، لانها لو وقفت هتخسر المنافسه بين انجلر وفيو جي اس. بس انا ايه علاقتي بالفرونت اند دلوقتي؟ خلاص تعالوا نشوف نود جي اس، وطبعا اي فريم ورك تانية بتستخدم نود جي اس. مين السبونسرز بتوعها؟ هتلاقي اسامي تطمنك زي اي بي ام، والتقيله بقى اوبر وباي، واكيد مش علشان سواد عيونها ولكن بسبب ان الخدمات بتاعتهم بتعتمد عليها، وده دليل واضح على مدى الثقه في الامان وان مستقبلها افضل بكتير من وجهه نظر البعض. ايضا اغلب الكلاود سيرفيسز زي اي دبليو اس واللي بقى لا غنى عن الاعتماد عليها دلوقتي بتدعم 99% من اللغات المشهوره ما عدا البي اتش بي. والنقطه اللي بعد كده اللي يخليك تشك انها تبقى صالحه للمشاريع الكبيره ان هي يعتبر اقدم لغه برمجه سيرفر سايد وليها تاريخ كبير، وكانت معظم المواقع في الوقت ده زمان استاتيك وما كانش ليها تفاعل كتير مع المستخدمين. ولكن في الوقت الحالي الموضوع بقى بيتطلب اشياء اكتر من كده بكتير، ولذلك البي اتش بي بتحاول تسد الفجوه دي الى الان في الاصدارات الاخيره. ولكن في اشياء كتير من الحاجات دي تقدر تعملها اسرع بكتير باستخدام لغات تانية بدلا من البي اتش بي، وهتديك اداء افضل بكتير زي مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه ان عمليه تطوير المواقع بتنقسم لجزئين، جزء الفرونت اند وجزء الباك اند. باستخدام لارافيل في بدايه تعلم البرمجه وخصوصا تطوير المواقع خلى اغلب المطورين ادائهم وحش جدا، وخاصه عندما يتعلق الموضوع باستخدام الجافا سكريبت، واللي اغلبهم بسبب الموضوع ده بيعتمد على مكتبات بتخليهم يكتبوا الكود بالبي اتش بي وهي بعد كده بتحوله للجافا سكريبت. حتى لو كان شيء بسيط جدا مع شويه تكتكه وتفتيح دماغ هتقدر تعمله بشكل افضل واحسن بالجافا سكريبت ومن غير لا مكتبه ولا غيره. ومش بيقتصر بس على كده، ولكن بالخطوه اللي انت عملتها دي هتخليك عدو انك تتعلم اي لغه برمجه جديده، وده بالفعل بيحصل لاغلب المخضرمين في لارافيل مش المبتدئين بس. الشيء الاخر ان استخدام لارافيل بيسبب لك صعوبه في التعلم، لان بسبب السهوله اللي بتقدمها لك كل شيء يا دوب داله هتكتبها او لايبراري هتسطبها، ولما تضرب منك جري على ستاك اوفر فلو او جروبات الفيس، وده اللي هيخليك لما تروح تستخدم اي فريم ورك تانية بلغه مختلفه هتحس نفسك مش فاهم ابسط الاشياء واللي تعتبر من اساسيات البرمجه. وده بسبب ان لارافيل مش بتخليك تفكر اساسا بهدف انك تطلع التطبيق والسلام. ايه اللي حصل بقى؟ معرفش. هل في طريقه ممكن تكون افضل واسرع من اللي عمل اللايبراري دي؟ وتكون الاجابه معرفش. وده اللي بيخلي
معظم التطبيقات اللي بتتعمل بلارافيل عمليه التطوير فيها في الاول زي الصاروخ، وبعدين ما تفهمش ايه اللي بيحصل. الحاجه اللي كانت بتاخد ساعه بقت بتاخد اسبوع، واللي بيؤدي في نهايه المطاف الى فشل التطبيق، وبالتالي لا قدر الله فشل الشركه كلها، او التفكير في تغيير الفريم ورك كلها من الاساس، واللي هتكون فلوس على الارض ضاعت من غير اي هدف. واهم شيء فعلا واللي يعتبر بدايه النهايه لاي حد ناوي يخش مجال البرمجه هي انك تتعلم فريم ورك في بدايات البرمجه. وطبعا ده مش بينطبق فقط على لارافيل، ولكن على كل الفريم وركس بلا استثناء، لان مبدا انك تتعلم البرمجه فتقوم داخل على كورس لفريم ورك من غير ما تبني اساس برمجي قوي، او على الاقل تكون ملم بمبادئ البرمجه، شيء غير صحيح اطلاقا. وممكن كتير يقول لي انا عملت كده ولسه عايش وزي الفل والدنيا تمام وكل اللي بتقوله ده مش مظبوط. فعلا ممكن تكون الطريقه دي مناسبه ليك انت ونجحت، ولكن مش مناسبه للاغلبيه، واللي ممكن بسبب حركه زي كده يحس انه فاشل ومش بيفهم حاجه. ولكن الحقيقه ان الطريقه اللي ابتدى بيها هي اللي غلط، وكان محتاج حد يوجهه صح. ايه بقى اللي المفروض اعمله علشان ابقى مبرمج ناجح ومقعش في الفخ ده؟ اول حاجه النفس الطويل. تعلم مجال البرمجه بيحتاج نفس طويل ومعافره، لان شغلتك انك تحل مشاكل 24 ساعه، واللي ممكن في مرحله ما تؤدي الى انك تسيب المجال او الاحساس بالفشل. ولو سالت معظم، مش هقول كل الناس القديمه في المجال، وقلت لهم لما بتنام بتحلم بايه، هيقول لك بجايه كانت واقفه معايا شويه، او فول لوب قاعده جنبي، او اف كونديشن بتصحيني. وده يبقى دليل واضح انه وصل لمستوى عالي جدا واندمج مع اللغه بنسبه 100%، ولازم تبعد عنه حالا. ولكن الناس دي طلع منهم علماء في اوقات كتير، وهم اللي عملوا اغلب الادوات اللي بيستخدمها المبرمجين دلوقتي، لانهم كانوا بيحبوا اللي بيعملوه وسخروا كل وقتهم وحياتهم للشيء ده. والنقطه الثانيه، لو بتبني عماره وجيت على الاساس وكروته وبعدين طلعت بالدور الاول والثاني والدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه، وفجاه جيت تبني دور جديد، المبنى ما استحملش، وده اكيد بسبب الاساس اللي انت كروته في الاول. ولذلك اسس نفسك في لغه برمجه واحده على الاقل، باكد لغه برمجه واحده فقط، كويس قوي. ويا سلام لو ابتديت بلغه تفهمك ازاي الكمبيوتر بيتعامل مع البيانات وبيترجم اللي بتكتبه ده. واشهر اللغات اللي بيحب المبتدئين انهم يدخلوا فيها هي السي بلس بلس. ولكن خلي بالك ان السي بلس بلس مهمه وكل حاجه، ولكن لا غنى عن تعلم لغه من اللي مطلوبه في السوق زي PHP، وبعد كده خش على لارافيل طوال. وبالنسبه للناس اللي ممكن تقول لك انا زميلي اللي ابتدى يتعلم السي بلس بلس اول ما قال يا هادي في البرمجه، بعديها بكام شهر جبناه من فوق برج القاهره. المطاعم هناك تحفه، ودماغك ما تروحش بعيد يا هندسه، ساعات ده بيحصل. المهم ما توقفش تتعلم، لان كل يوم فيه جديد. فلو انت فاضي شويه وقابلك كتاب هنا او كورس هناك، مفيش مانع تاخد المعلومه. واخيرا، لو انا ابتديت ووصلت لمستوى حلو في الفريم ورك اللي بستخدمها ايا كانت، ومش ناوي اغير الفتره الجايه، وعملت مشاريع وشغل جامد وزي الفل، ولكن برضو حاسس اني مش فاهم كفايه عن ازاي الحاجات دي بتشتغل، ساعتها مفيش مشكله خالص، كمل زي ما انت. ولكن بجانب ده لازم تبدا تدرس مبادئ البرمجه اللي كروتها في الاول، اللي كروتها ما تعملش كده تاني. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكايه اللي جايه على كودكس لاين، والسلام عليكم.